السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم مرة تانية في قناة ماما لايف ستايل. صباح الفل وصباح التفاؤل. هنتكلم النهاردة عن حاجات بيمر علينا الوقت وبنبقى مشغولين قوي في يومنا وفي حياتنا لحد ما نحس ان خلاص الحياة بدأت تهدى حوالينا. الشغل بتاعنا خلاص ما عدناش او طلعنا على المعاش مثلا وبطلت شغل او وقفت شغل. اولادك خلاص استقلوا بحياتهم وكل واحد ليه حياته وخلاص قل شوية احتياجهم لينا، فبالتالي بنقعد فترات طويلة قوي مع نفسنا لوحدنا، فبنحس اننا ندمانين على حاجات كتيرة قوي في حياتنا او حاسين اننا ما عشناش حياتنا بطريقة صح، او في حاجات في حياتنا اصلا ما عشناهاش، يعني فاتت علينا وعدى الوقت بسرعة وما حسيناش انها مرت علينا اصلا او ما عشناهاش بالدرجة الكافية. ده اللي احنا هنتكلم عنه النهاردة من خلال كتاب The Top 5 Regrets of the Dying، اهم 5 اشياء يندم عليها الانسان عند اقترابه من نهاية حياته، للكاتبة بروني وير. الكتاب نشر سنة 2012. فكرة الكتاب قائمة على اننا ممكن قوي نكون منشغولين قوي بحياتنا اليومية يوم ورا يوم، بالانجازات اللي فيها، بالمهام اللي موجودة فيها، بشغلنا سواء شغل البيت او الشغل بره او شغلك مثلا اونلاين. كل ده بيشغل دماغك وبيشغل تفكيرك كل يوم وشاغل دماغك اكتر. قائمة المهام بتاعتك، هتقومي تعملي ايه النهاردة، وقبل ما تنامي هتشوفي تعملي ايه بكره، وهكذا. في حاجات كتيره قوي بتقع مننا، في حاجات كتيره قوي مش بنعيشها، مش حاسين اننا يعني احيانا تمر الحياه كده ويمر الزمن ونحس ان احنا ما عشناهاش وما مرتش علينا اصلا في حياتنا. فالكاتبه عملت الكتاب ده من خلال تجربتها كممرضة استرالية اشتغلت في رعاية المرضى وكبار السن اللي حالاتهم بتبقى متأخرة قوي او كبار جدا في السن، فكانت بتقعد تتكلم معاهم وهم بيحكوا لها عن حياتهم وهي بتفضل تتكلم وتستفيد من الخبرات بتاعتهم. فاتكلموا عن حاجات ندموا عليها ان حياتهم فاتت وما عاشوش الحاجات دي بطريقة صح او بالدرجة الكافية. هي اختارت اهم 5 حاجات هم اتكلموا عنها، وتقريبا هي شاملة حاجات كتيرة قوي. فهنتكلم عن ال5 حاجات دي اللي ذكرت في الكتاب، وانا في اخر الفيديو هتكلم عن 5 حاجات اضافية انا حابة اضيفها، يعني علشان نقدر نعيشها احنا كمان قبل ما يفوت الاوان. وحابة برضو اعرف منكم في التعليقات برضو اهم الحاجات اللي انتوا حاسين انكم عايزين تلحقوها وعايزين تجربوها وتعملوها قبل ما حياتكم تعدي ونوصل لمرحلة خلاص احنا مش قادرين نغير حياتنا او نعمل حاجات كتير في حياتنا. تعالوا بقى نبدأ في الفكرة الأولى، وهي ال5 حاجات اللي ذكرت في الكتاب، الحاجات اللي احنا ممكن نندم عليها لو مر العمر وفوتناها. اول حاجة الندم ان ما عشتش حياتي انا وعشت الحياة اللي توقعها الاخرون مني. يعني كتير قوي بنعيش حياة ناس تانية، بنعيش الحياة اللي مخططينها لينا الناس التانيين، سواء بقى والدك والدتك زوجك المجتمع. ساعات بنخاف قوي من كلام الناس، وممكن ما تبدأيش مشروع خاص بيك لانك خايفة الناس تتكلم عنك، حتى لو المشروع انت شايفة اللي هو كويس ومع القيم بتاعتك الدينية والمبادئ، بس انت محرجة انك تبدأي المشروع ده، او نفسك تتعلمي او يعني تكملي دراستك في الجامعة او كده لو انت وقفتي في فترة معينة، وبرضو خايفة من كلام الناس ازاي هدرس في السن ده. حاجات كتيرة قوي بنلغيها وبنأجلها ونفضل نأجلها لمجرد اننا خايفين بس من كلام الناس. احيانا بتسمعي كلام والدك او والدتك في حاجات معينة انتي حاسة انها مش مناسبة ليكي، مش مناسبة لقدراتك والمواهب بتاعتك، وحاسة انك عايزة تحققي لهم احلامهم هم. بس احيانا الاحلام دي بتبقى خاصة بيهم هم، نفسهم يعملوا حاجة معينة ما لحقوش يعملوها فبيطبقوها عليكي انتي. عيشي حياتك انتي، عيشي في حدود قدراتك وفي حدود المواهب بتاعتك، او مش في حدود، يعني اكتر ما هي حققي القدرات بتاعتك وحققي شغفك وحققي الاهداف بتاعتك انتي، وامشي ورا الشغف بتاعك. انتي بتحبي ايه، مستمتعة بايه اكتر، نفسك تحققي ايه، نفسك تشتغلي ايه، نفسك تدرسي ايه. اعملي اللي حاسة انه مناسب ليكي انتي
من غير طبعا ما تصطدمي مع العيلة بتاعتك بشكل مباشر او بشكل كبير. حاولي تفهميهم بهدوء انت عايزة تعملي ايه وماشية ازاي، ما دام كل حاجة في حدود القيم والمبادئ الدينية بتاعتنا والقيم والمبادئ اللي انت اتربيتي عليها في بيتك، فامشي ورا الحلم بتاعك وحاولي تحققيه مادام انت عارفة كويس اوي القدرات بتاعتك، عارفة المواهب بتاعتك، وعارفة انك تقدري. لان احيانا والدك او والدتك او زوجك ما بيبقوش عارفين القدرات بتاعتك، انت مش عارفين انت تقدري تعملي ايه او ما تقدريش تعملي ايه. انت لوحدك اللي تقدري تعرفي انت تقدري تعملي ايه، وايه الحاجات اللي بجد تقدري تشتغلي فيها او تدرسيها. تاني حاجة أجمعوا عليها معظم الناس في سن كبير قوي إنهم ندموا عليها، الندم على تقضية حياتنا كلها في الشغل أو شغل البيت أو المهام اليومية بتاعتك، وناسية إن ليكي عيلة وبيت وأسرة وناس محتاجة صحبتنا، وناس محتاجة تقعد تتكلم معانا، ومحتاجة قعدتنا الحلوة، ومحتاجين إننا نتواصل أكتر مع بعض. في كتير قوي من أيام بتمر في حياتنا وبننسى قوي إننا لينا أولاد عايزين يتكلموا معانا، ليكي زوج عايز يقعد يتكلم معاكي، والدتك ووالدك محتاجين منك انهم يقعدوا يتكلموا معاكي في زحمة اليوم وفي الشغل بتاعنا وانشغالنا الشديد قوي. بننسى ده وبنفتقد ده بقى اما نكبر، يعني احنا ما نوصل لمرحلة كبيرة من العمر واولادنا بقى يبقوا هم كمان مشغولين واحنا محتاجينهم وبرضه مش بنلاقيهم. فحاولي على قد ما تقدري تعوديهم على ده، تعوديهم انكم تقعدوا تتكلموا كل يوم، يبقى فيه وقت معين كده بتقعدوا تتكلموا فيه كعيلة مع بعضها، مع ابن من أبنائك، علشان تعوديه على كده. بعد كده أما يكبر ويبقى ليه حياته الخاصة يحتاجك ويحتاج إنه يقعد يتكلم معاكي، عشان بعد كده ما تحسيش انك مفتقداه ومفتقده قعدته الحلوه. فحاولي تعوديه على ده عشان يبقى مرتبط بيكي اكتر، وبعد كده يرجع لك تاني ويفتقد الصحبه الحلوه معاكي ويرجع يقعد يتكلم معاكي تاني. تالت حاجة الندم على عدم التعبير عن المشاعر. كتير قوي بيحس بمشاعر مختلفة، مشاعر الحب، مشاعر الغضب، مشاعر التسامح، مشاعر انك تعدي حاجات كتيرة في حياتك. كتير قوي مش قادرين نعبر عن المشاعر دي وبنكبتها جوانا، وده بيضرنا اكتر ما بينفعنا. لو انت احتفظتي لنفسك بمشاعر الحب وما قلتيش للطرف التاني المشاعر دي، هيحس انك جامدة ومش هيبقى في تواصل ما بينك وبينه. يعني لو انت معبرتيش عن حبك لأولادك والعيلة بتاعتك هيفتقدوا ده وهيدوروا على الحب ده بره العيلة، وممكن يقعوا في مشاكل كتيرة قوي. حاولي تعبري عن مشاعرك من الحب والحنان لأولادك علشان ما يفتقدوش الإحساس ده ويبقوا هم كمان جامدين وحاسين ان حياتهم باردة ملهاش اي معنى وما فيهاش اي مشاعر. الحاجة التانية اللي احنا برضو بنكبتها مشاعر الغضب، اللي انت متضايقة من حاجة معينة عبري عن المشاعر دي بشكل ايجابي. ممكن تقولي للطرف التاني بس ما تعدي مرحلة الغضب والشديد قوي، اهدي كده واكتبي المشاعر بتاعتك على الورق، وبعد كده قولي انت متضايقة من كذا وكذا وكذا للطرف التاني عشان يبقى هو عارف هو ممكن يكون بيضايقك في ايه او بيعملك ايه، بيحسسك بمشاعر الغضب دي. تالت مشاعر مهمة قوي اننا نعبر عنها هي التسامح، اننا نسامح الطرف التاني ونحسسه ان احنا سامحناه خلاص. لان التسامح دي بتربط العلاقة ما بينك وبينه اكتر، كمان بتحسسك انك مرتاحة نفسيا، مفيش حاجة من الطرف التاني انت شايلاها وحطاها جواكي، وطبعا بتضرك اكتر ما هي بتنفعك. انت حاطة مشاعر الغضب من الطرف التاني ومتضايقة منه طول الوقت وحاسة ان الموضوع ده بيضغط على اعصابك، سامحيه وقولي له انك مسامحاه وعدي الموضوع علشان تعرفي تعيشي حياتك بشكل ايجابي. والمشاعر الغضب او مشاعر الغيرة او مشاعر الحقد تجاه الطرف التاني بتضر نفسك انت اولا وبتحسي بالضغط النفسي، فبالتالي كمان بتتسبب في امراض جسمانية نتيجة للامراض النفسية او الضغط النفسي اللي انت حاسة بيه.
فالأفضل ليكِ أولًا إنِّك تعبّري عن المشاعر دي سواء بالورق أو للطرف التاني إنِّك سامحتيه وعدّيتِ الموقف ده علشان تحسّي يعني بالإحساس كده بالهدوء النفسي وبالسلام الداخلي علشان ما تضرّيش نفسِك. كمان في إحساس تاني ممكن يكون بيضرنا جدًا وإحنا مش واخدين بالنا، وهو الإحساس أو الشعور بالذنب تجاه الناس أو تجاه الناس اللي أنتِ بتحبيهم أو تجاه نفسِك. الإحساس بالذنب ده إحساس قاتل، إنِّك حاسة إنِّك مش كفاية، مش بتعملي اللي المفروض تعمليه بالدرجة الكافية، حاسة دايمًا إن جواكِ إحساس بالذنب عميق جدًا، فبيضرِّك أوي، بيحسسِك إنِّك مش عارفة تعيشي بطريقة صح. حاولي تتخلصي من الشعور بالذنب ده واكتبي الحاجات اللي أنتِ حاسة اللي أنتِ مقصرة فيها وحاولي تعدليها، وحاولي كمان تسامحي نفسِك على أخطائِك لأننا بشر، حتى لو أنتِ أخطأتِ بس تداركتِ الخطأ ده وعرفتِ إنِك غلطتِ في حاجة معينة، وحاولي تسامحي نفسِك عليها وتصححي الخطأ ده وتعدلي من نفسِك، وحاولي دايمًا تعملي توازن ما بين جوانب حياتِك، ما تبقيش تضغطي على نفسِك في جانب معين من حياتِك وسايبة الجوانب التانية وحاسة إنِك مقصرة فيها. لأ، اعملي توازن واشتغلي على كل جانب بالدرجة الكافية، مش لازم تعملي 100% في كل جانب، على قد ما تقدري 70% هنا 70% هنا أو 60% هنا 60% هنا. أهم حاجة التوازن، ما تجيش على طرف على حساب الطرف التاني علشان ما تحسيش إنِك مقصرة. رابع حاجة الناس الكبار في السن قالوها أما عدى بيهم العمر، إنهم ندموا على قطع التواصل مع صديقة أو صديقة عمرهم، بانشغالهم بقى بحياتهم، انشغالهم بالعيلة بتاعتهم، انشغالهم بالشغل بتاعهم. الحياة اليومية العادية بتشغلنا عن حاجات كتيرة أوي في حياتنا، وأهمها الصداقة. لو أنت عندك صديقة كانت قريبة منك جدا وبترتاحي ليها وبتحسي إنها بتدعمك نفسيا وأنت بتدعميها برضو نفسيا، بلاش تقطعي التواصل معاها، خليكي على تواصل حتى لو بسيط من بعيد لبعيد. يعني اسألي عليها بالتليفون كل فترة، تواصلي معاها عن طريق السوشيال ميديا، قربي منها على قد ما تقدري، بلاش تقطعي خالص معاها. كل واحدة فينا عارفين انها ليها مشغولياتها وليها طبيعة حياتها اللي بعداها عن الصداقة. وانا بحب قوي الصداقة بس تكون ما تتعارضش مع حياتنا. يعني الصداقة القوية قوي اللي هي بتضرنا اكتر ما بتنفعنا، انك لازم تكلميها طول الوقت وتكلميها بالساعات وتنزلي تخرجي معاها بالساعات، ده بيعتبر عائق للحياة بتاعتك. لكن أنا مع الصداقة اللي تقدري تتواصلي مع صاحبتِك كل فترة، وبيفضل الحماس أو الحب بيفضل موجود حتى لو أنتِ كلمتيها بعد سنة، بعد شهور، بتلاقي دايمًا الحماس أو التواصل مع بعض بيفضل قوي وبيفضل تحسي إنه ما عدّاش عليه الوقت ده. فدي كويسة أوي، بلاش تقطعي التواصل مع صاحبتِك أو صديقتِك لمدة طويلة أوي. حاولي على قد ما تقدري كل فترة كده افتكريها، كلميها، ابعتي لها حاجة، وده بيديكي إحساس كده بالدعم النفسي والطمأنينة اللي في حد بيسأل عليكي وانتي بتسألي على الطرف التاني. وعلى فكرة ده من مبادئ حياتي، أنا ما باحبش التداخل أوي في حياة الطرف التاني، يعني ما باحبش الزيارات بقى الكتيرة أو إن إحنا نخرج كل يوم وهي تعرف مشاكلي وأنا أعرف مشاكلها وتفاصيل حياتها. التداخل ده بيسبب مشاكل وبيسبب ضرر لحياتِك ولحياة الطرف التاني. الأفضل يبقى التواصل من بعيد لبعيد، أنتِ تسألي عليها هي تسأل عليكِ، تتواصلوا مع بعض كده بشكل حلو أوي، بشكل وِدّي جميل، بحيث إنكم ما تقطعوش التواصل خالص. خامس حاجة بقى الناس اتكلمت عنها وقالت إنها بجد ندمت عليها جدًا، إنها ما اختارتش سعادتها في أي حاجة هي بتعملها في حياتها. دايمًا بتفضّل إنها تسعد الناس اللي حواليها أكتر ما هي بتسعد نفسها. دايمًا بتضحي كتير أوي بسعادتها وإنها تعمل الحاجات اللي هي بتحبها علشان بس تفضّي وقت إنها تعمل الحاجات اللي الناس التانية أو العيلة بتاعتها بتحبها. وده على فكرة
خطأ كبير جدا انك تيجي على نفسك او تضحي بالسعادة بتاعتك او تضحي بوقتك ومجهودك وكل حاجة في صالح العيلة بتاعتك او لصالح الناس اللي انت عايشة معاهم، وتيجي على نفسك قوي. ده بيضرك اكتر ما بينفعك وبيضر الناس اللي حواليكي، لانك بتحسي بمشاعر الغضب، بتحسي انك مقهورة، بتحسي انك مش عارفة تعيشي حياتك، بتحسي بالظلم انك مش راضية عن حياتك، وحاسة ان دايما عندك حاجات انت لسه ما حسيتيش بيها، او مش عارفة تعيشي حياتك بالطريقة اللي زي الناس ما بتعيشها العادية، وحاسة ان حياتك اتاخدت منك واتسرقت منك في حاجات انتي كنتي عايزة تعيشي حياتك فيها بطريقة افضل. ودايما على فكرة هيبقى ليكي اتجاه سلبي كده ناحية حياتك، وهتحسي دايما انك بتلومي العيلة بتاعتك وبتلومي اولادك انهم السبب في انك تعيشي الحياة دي، وحاسة دايما باتجاه سلبي ناحية البيت والعيلة. الافضل انك تراضي نفسك الاول، تطبطبي على نفسك الاول، تدعمي نفسك الاول، وتخصصي وقت لنفسك تعملي الحاجات اللي انت بتحبيها وتستمتعي بحياتك، علشان انت تبقي طاقة ايجابية للناس اللي حواليكي. عمرك ما هتكوني او هتدي طاقة ايجابية للناس اللي حواليكي وانت مش عندك الطاقة الايجابية دي. لازم تدعمي نفسك وتطبطبي على نفسك وتحبي نفسك قوي وتفهمي نفسك قوي، علشان تقدري تدي كل ده للطرف التاني او للعيلة بتاعتك. تعالوا بقى نيجي للفكرة التانية في الفيديو. انا هقول 5 حاجات انا حاسة انهم مهمين برضو وما تمش ذكرهم في الكتاب، وبعد كده هستنى منكم برضو في التعليقات اهم حاجات انتوا حاسين انكم لازم تعيشوها دلوقتي، علشان ما تندموش بعد كده على على ان الحياة مرت وفات الاوان ومش عارفين تعيشوا الحاجات دي. تعالوا نبدأ بقى مع الحاجات اللي أنا هضيفها. أول حاجة إننا مش قريبين من ربنا بالدرجة الكافية. أحيانا في دوشة الأيام ودوشة الحياة، وخصوصا بقى في فترة العشرينات والتلاتينات والأربعينات والخمسينات كمان، بنبقى مشغولين قوي مع أولادنا، مشغولين بدراستهم، مشغولين بقى بشغلنا وتأسيس شغلنا لو احنا في البداية، أو مع استمرار الشغل بتاعنا، مشغولين قوي مع الحياة نفسها وتفاصيل حياتنا، ومش قريبين قوي من ربنا. بنعمل العبادات بس بسرعة بدون تركيز. لازم تخصصي كل يوم وقت تقعدي تقري قرآن بتدبر، مش لازم السرعة، مش لازم تقري قرآن كتير، اكتر ما انك تقريه بتفهم كده وتدبر، تفهمي المعاني وتفهمي الرسالة من وراه. تصلي وانت مركزة قوي على قد ما تقدري. انا عارفة ان احيانا بيكون صعب، واحنا بنصلي بنفضل نركز في حاجات احنا هنعمل ايه بعد كده، او عملنا ايه النهاردة او كده. فحاولي دايما تركزي قوي في الكلام اللي انت بتقوليه في الصلاة، وتركزي وتحسي قوي ان ربنا قريب منك وشايفك وانت بتصلي، فركزي جدا في كل حاجة بتعمليها. تاني حاجة ممكن نندم عليها اننا بنضيع وقت كبير قوي في حياتنا في الاحساس بالقلق والتوتر على حاجات لسه هتيجي، ودي حاجات كتير قوي احنا بنقع فيها. انا شخصيا احيانا بلاقي نفسي طول اليوم بفكر في حاجة لسه هتحصل في المستقبل، وبفضل قلقانة ومتوترة ومشدودة كده طول اليوم بفكر فيها. ففجأة كده بقول لنفسي طب أنا قلقانة ليه؟ أنا لسه مش عارفة إيه اللي ممكن يحصل، أو هل ده هيحصل ولا لأ. فحاولي دايما تلحقي نفسك كده وتقولي لنفسك بلاش التوتر والقلق ده، لأنه بيضغط على أعصابنا وبيسبب لنا مشاكل صحية كتير قوي، لأن القلق والضغط والتوتر بجد من مسببات الضغط بقى، وممكن يسبب السكر وامراض تانية كتيرة قوي نتيجة للضغوط دي. فحاولي تلحقي نفسك كده قبل فوات الاوان، ودايما تقولي لنفسك كلام ايجابي ان لسه ما فيش حاجة حصلت، وان شاء الله ما فيش حاجة وحشة هتحصل، وباذن الله كله هيعدي. رقم 3 اننا مش بنركز على دلوقتي وعلى اللحظة الحالية اللي احنا بنعملها دلوقتي. دايما شاغلين نفسنا بايه اللي هيحصل بعد كده، او ايه اللي حصل ومضايقنا، فدايما مش بنركز قوي في الحاجة اللي احنا بنعملها. لو انت مثلا بتتكلمي مع ابنك او بنتك، ساعات بتبقي تحسي انك دماغك شاردة في حاجات تانية ومش مركزة في الكلام اللي هو بيقوله. لو انت مثلا بتعملي اكلة معينة، تحسي برضو انك مش مركزة في تفاصيلها قوي وسرحانة في حاجات تانية.
تانية. فحاولي دايما تركزي قوي في اللحظة والشغل اللي انت بتعمليه حاليا والحاجة اللي انت بتعمليها، هتحسي انك عشتي حياتك صح وعشتي كل لحظة بتفاصيلها بطريقة صح. رقم 4، إننا مش بنقبل نفسنا زي ما احنا، مش بنقدر نفسنا، مش عارفين قدراتنا ولا عيوبنا علشان نقدر نصلحها. لازم ضروري جدا يبقى عندنا قبول ذاتي، تقدير لنفسنا، إننا ندعم نفسنا دايما ونحسس نفسنا إننا دايما عندنا قدرات ومواهب لازم نستغلها بشكل صح. خامس حاجة بقى ودي مهمة جدا، اننا هنندم قوي لو ما سيبناش اثر في الحياة بعد ما خلاص تنتهي حياتنا ونروح للحياة الابدية بعد الموت. احنا كتير قوي مش بنعمل حساب لده، ان احنا كده كده هنروح لربنا وهنموت خلاص. فبالتالي لازم نسيب اثر الناس تفتكرنا بيه وتدعي لنا من خلال الاثر ده. وده اللي انا اتكلمت عنه في الفيديو تقريبا قبل الفيديو ده بفيديوهين او حاجه زي كده، اللي هو عن كتاب مشروع العمر. لو انت عايزه تعرفي الفيديو ده اكتبي بس في البحث كده على اليوتيوب مشروع كتاب مشروع العمر، قناه ماما لايف ستايل، سواء بالعربي او بالانجليزي ان شاء الله هيظهر لك الفيديو، او قلبي في القناه، هو تقريبا من فيديوهين فاتوا تقريبا. اتكلمت عن اننا لازم نبقى عندنا مشروع للعمر كله، اننا نسيب اثر ملموس واثر ايجابي في حياة الناس اللي احنا بنتعامل معاهم وفي الحياة عموما، علشان بعد كده يبقى عندنا حاجة بترجع لنا صدقات ودعاء بيوصل لنا بعد ما ماتنا. وده يخلينا نذكر حديث سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. يا رب يكون دايما لينا أثر في الحياة بعد ما ماتنا وأثناء حياتنا، أثر إيجابي ينفعنا بعد كده وينفع الناس اللي حوالينا، ويبقى صدقة جارية لينا بعد كده. ده الفيديو بتاع النهارده. وقبل ما اسيبكم حابه اعرف طبعا في التعليقات ايه الحاجات اللي انتوا حابين تضيفوها خاصه بالموضوع ده، وايه الحاجات اللي انتوا حاسين انكم هتندموا عليها بعد فوات الاوان او بعد ما يمر العمر. صباح الفل، صباح التفاؤل، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.